السلام عليكم. أحلى وأسرع وصفة معمول ممكن تجربوها ب3 مكونات فقط. معمول بالنسلي، الحليب المكثف المحلى، طري ومقرمش بنفس الوقت. شوفوا كيفاش جا مذهب، الله الله، والبنة ولا أروع. غير اللي ذاقه اللي يقدر يقولكم باللي بنين بزاف ومختلف شوية على المعمول تاعنا. نحتاجو 500 غرام فرينة نسلي، 250 غرام سمن أو زبدة مع 4 ملاعق زيت. نحتاجو معجون تمر. في قصعة نحطو الفرينة ونزيدو عليها ليدام ونبسه مليح مليح بيديا حتى يرجع كيما الرملة، كيما من نقعدو نبسو في البحلاوة ولا نبسو في المقروط. نبقو نفركو بيدينا حتى اللي يرجع لنا نيشان مثل الرمل. نزيدو نصف علبة نسلي، الحليب المكثف المحلى، ونعاودو نفركو بيدينا نفس الشيء حتى اللي تجانس معنا جميع المكونات اللي ضفناها. نبقاو نزيدو في الماء غير بشوية. نسبة الماء اللي درتها انايا اقل من نص كاس. تبدي تفرغي غير بشوية حتى اللي تحسيها بلي خلاص رجعت عجينة طرية ومتماسكة. نخلوها تريح في الفريشيدار نصف ساعة قبل ما نبداو نخدمو. بالنسبة للتمر انا استعملت تمر حميرة، علموه لي سعيديات زميلتي فوزية هي اللي ورتني كيفاش نجيب تمر حميرة. نفوره بعد ما نغسله ونمرسه بالكاس، بالقاعدة تاع كاس دوراليكس. نزيد فيه الدهن وشوية قرفة، واللي تبغي دير المكسرات دير المكسرات ولا الجلجلان ولا تنسناه بحبة حلاوة، ونبقى نشكل فيه كويرات. انا خليته برد في الفريشيدار باسكو كان حامي. نجبد له عجينة من الثلاجة ونشكل كريات بحجم 20 إلى 25 غرام. وزن التمر لازم يكون نصف وزن العجين. إلا كان العجينة 20، التمر يكون 10 غرام. نغطيهم ونخليهم يرتاحوا شوية. نفتح بالحبة بيديا، نعوضها بيان، ونحط الحشو ونغلقه بيان، ونضغط عليها طابع المعمول، وغادي تخرج لكم بلا ما تغبنكم، بلا ما ديروا لا كيس ولا حتى حاجه، ولا بلا ما تدهنوها، راه غادي نورمال تخرج لكم الحبه. هذه الحبه الثانيه عاود درتها معكم. نفتحوها بيان ونديروا الحشو ونغلقوه. رانا كامل نعرفوا نديروا هذه العمليه. يقدروا بناتنا صغار يعاونونا فيها، يتعلموا شويه، يسرحوا يديهم، راهم في العطله. يقدروا البنات كل وحده تجيب الطابع وديره. نخدموا كامل العجين اللي عندنا حتى اللي نكملوا. هنا جربت التشكيله الشكل الثاني للمعمول طويل، درت حبات منه دابزوا عليه ولادي، يبغوا دائما الحاجه الفارده يروحوا يدوها هما. هنا كملت السنيوه كامل. حميت الفرن، لازم يكون نار قاويه، ويا حبذا لو كان يكون فرن يشعل من الفوق ومن تحت. مده الطهي ما تفوتش 10 دقائق. كي تشوفوه حمار من تحت نشعلوه من الفوق. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. ما تنسونيش من اللايكات والبارتاج، وذوقوا احلى معمول بالنسلي، وبصحتكم.